دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم قم يا نايم وحد الله على سحور مسابقة السحور في سيرة صحابة الرسول. قم يا نايم إعداد وتقديم طارق الكعكاتي. قم يا نايم قم يا نايم قم يا نايم وحد الله. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من لبنان ومسابقة السحور في سيرة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ترعاها مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى بالاشتراك مع بيت الزكاة الكويتي والمؤسسة العالمية للإعمار والتنمية السعودية وشوبرز سوبر ماركت. صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى تمرة من إيدك نفطر على حبك وخيرك وسلامك، نحلى صيامك نحلى قيامك، المولى يعطر أنسامك. أجدد التحية والمحبة للجميع، وإن شاء الله تعالى سحور مبارك لكم. وهذه مسابقة السحور في لقاء جديد. والسؤال سريعا اليوم شوي تركيز، السؤال شوي صعب. أسلم وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة، ولكن طلب منه أن يغيب عنه وجهه. من هو ولماذا وماذا فعل في المقابل؟ والخيارات بس على الاسم: هل هو وحشي بن حرب، أبو سفيان بن الحارث، أم سهيل بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين؟ إذن هل هو وحشي بن حرب أم أبو سفيان بن الحارث أم سهيل بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين؟ ما في خيارات بقية السؤال لأنه يعني هو نوع من الشرح، مش كلمة أو كلمتين، إنه نوع من الشرح. أسلم وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة، ولكن طلب منه أن يغيب عنه وجهه. من هو ولماذا وماذا فعل في المقابل؟ للاشتراك رقم الهاتف 01794 700 01795 700. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين، متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كتير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. 01794 700 01795 700. مسابقة السحور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخبارك؟ أهلا وسهلا. مين معنا؟ معك سالم الأزرق. سالم الأذوق، تفضل يا سالم. أنا بقول وحشي. ولماذا؟ غيب عنه وجهه لأنه قتل سيدنا حمزة، في المقابل قتل مسيلمة كذاب بنفس الحرب اللي قتل فيها سيدنا حمزة بأسد. أنا بتشكر مشاركتك يا سالم، تحياتي لك. السلام عليكم. إذن أسلم وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة، ولكن طلب منه أن يغيب عنه وجهه. من هو ولماذا وماذا فعل في المقابل؟ هل هو وحشي بن حرب أم أبو سفيان بن الحارث أم سهيل بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم فيما بعد أصبحوا جميعا من المسلمين. طبعا بقية السؤال لا خيارات، أريد شرحا فقط. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ نهى الحسيمي. أهلا يا أخت نهى، تفضلي. أهلا بكم أخونا. هو وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة رضي الله عنه، وكفر بهذا قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك، شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ عبد الرحيم أسعد.
أهلا يا أخ عبد الرحيم، تفضل. اللي اللهم صل على النبي، هو كان عمه للنبي عليه الصلاة والسلام حمزة الله يرضى عنه. اللي قتله هو وحشي قتله. فلما أسلم قال له إنه لا تفرجيني زكاة، بس ولكن عوض وحشي يعني مشان النبي عليه الصلاة والسلام يرضى عنه. اللهم صل على النبي، يمكن قتل أحد المشركين بعدها يعني. أنا بما معناه يعني بما معناه هو يعني مسيلمة، أنت بتقصد مسيلمة الكذاب. صحيح. شكرا لك يا أخ عبد الرحيم. السلام عليكم. يعني. الله معك. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مين معنا؟ معك الحجة سناء المصري. هلا يا حجي، تفضلي. وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة رضي الله عنه، وبالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك. معك اتصال. أهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك فاطمة حسام من دينا المصري. أهلا يا فاطمة، تفضلي. وحشي بن حرب قتل لأنه قتل سيدنا حمزة، وبالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. الو السلام عليكم. أهلا وسهلا، مين معنا؟ زينة جنون. أهلا يا أخت زينة، تفضلي. أهلا فيك. وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة، وبالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. معك خديجة أبو العلا. أهلا يا أخت خديجة، تفضلي. هو وحشي وطلب منه الرسول أنه يغيب عنه لأنه قتل عمه سيدنا حمزة ونكل فيه يعني، وبعدين قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك جدا جدا. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ فاطمة الصباغ. أهلا يا فاطمة، تفضلي. هو وحشي لأنه قتل حمزة، وبعد إسلامه قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ريت نشرح شوي، يعني يشرحوا لنا شوي أكتر بقصة لماذا قال له غيب عني وجهك، يعني يا ريت نشرح فيها شوي أكتر. أيضا طبعا كلام للكل مش للأخت فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ سهيلة كنساني. أهلا يا أخت سهيلة. أهلا فيك. تفضلي. ووحشي قتل عمه للرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة، فقال له غيب عني وجهك حتى ما كان يحب يشوفه، فبالمقابل هو قتل مسيلمة الكذاب حتى يرضى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيضا اتصال. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا، مين معنا؟ معك محمود يونس. أهلا يا أخ محمود. الله يخليك. أنا من زاد اللي طرحت السؤال وأنا عم بتصل والخط مشغول. ما مشكلة. الوحشي الذي قتل يعني هو من أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدء وقبل إسلامه ومنحه فرصة، وثم قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك يا أخ محمود. بارك الله فيكم. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. معك فاطمة أبو العلا. أخت فاطمة تفضلي. هو وحشي لأنه قتل سيدنا محمد، وبنفس الحربة قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك. بدي أحكي معك لحظة. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ هادي أبو العلا. هادي نصر الدين. هادي نصر الدين، تفضل يا هادي. وحشي لأنه قتل سيدنا حمزة، وبنفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك يا هادي. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ماني سامع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، مين معنا؟ سمير عبد الرحمن القادري. سمير عبد الرحمن القادري، تفضل يا سمير. الجواب وحشي بن حرب. ليش؟ السبب قتل سيدنا حمزة غدرا. وشو عمل بالمقابل؟ هلا بالمقابل والله ماني عارف. طيب أنا بشكرك يا سمير، ما مشكلة. يلا شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا، مين معنا؟ سمير نصر الدين. سمير نصر الدين، تفضل يا سمير. وحشي لأنه قتل سيدنا حمزة، وبنفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب.
أنا بتشكرك. السلام عليكم. 01794 700 01795 700. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ خديجة منصور. تفضلي يا خديجة. الوحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة، بالمقابل نفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك. السلام عليكم. الله عليك. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ مختار عيتين من بيروت. تفضل يا مختار. هو وحشي ولأنه قتل حمزة. هو كمان انه بالمقابل غيب عن وجه الرسول الله، لانه اعلن اسلامه، ما اعلن اسلامه عن قناعة وايمان. انت بتقول هيك؟ ايه. طيب وشو عمل بالمقابل؟ بالمقابل قتل مسيلمة. طيب يا مختار انا بتشكرك. السلام عليكم. ايضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ معك جهيدة علوش. اهلا يا اخت جهيدة، تفضلي. اهلا فيك. وحشي بن حرب لانه قاتل حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يذكره بتنكيل جثته، وفي المقابل قتل مسيلمة الكذاب. انا بتشكرك يا اخت جهيدة. شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. ايضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مين معنا؟ معك اخت سهام شتيلة. اخت سهام تفضلي. أنا هو وحشي لأنه قتل سيدنا حمزة، وبالمقابل بعد إسلامه قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا سعيد حدارة، تفضل. الله يخلي لي إياك يا رب. تفضل يا سعيد. هو وحشي لأنه قتل حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وماذا فعل بالمقابل؟ وفعل بالمقابل قتل شو اسمه مسيلمة الكذاب. طيب يا سعيد شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا خليني نذكر بالسؤال. أسلم وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة، بيعة الإسلام يعني، ولكن طلب منه أن يغيب عنه وجهه. من هو ولماذا؟ يعني لماذا طلب منه أن يغيب عنه وجهه؟ وماذا فعل في المقابل؟ هل هو وحشي بن حرب، أبو سفيان بن الحارث، أم سهيل بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين؟ ونأخذ اتصال. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ معك ربا شتيلة. أهلا يا ربا، تفضلي. وحشي لأنه قتل حمزة وبعد إسلامه قتل مسيلمة الكذاب. شكرا يا ربا. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. مين معنا؟ كوثر عبد الفتاح. أهلا أخت كوثر. الله يتأهل فيك يا رب. تفضلي. هو وحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة، وبالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. شكرا يا أخت كوثر. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيضا اتصال. السلام عليكم. ألو وعليكم السلام. أهلا وسهلا. مين معنا؟ معك أميرة خيوة. أميرة خيوة، تفضلي يا أميرة. الوحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة وبالمقابل قتل يلا بس عم بقرا. هو قتل بنفس الحرب. قتل بنفس الحرب مين؟ مسيلمة الكذاب. أيوة طيب شكرا لك يا أميرة. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ يسرى عيتاني. أهلا يا أختي يسرى، تفضلي. حبشي بن حرب لأنه قتل عم الرسول حمزة بن عبد المطلب، وبعدها قتل مسيلمة الكذاب، ومن أقواله قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. بالعكس، قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. بلا مزبوط. لا مزبوط. شكرا لك. بس اسمه وحشي مش حبشي. أي وحشي بن هو حرب. وحشي حبشي. مزبوط. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هي بتضيع شوي. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. مين معنا؟ زينة وزان. تفضلي يا زينة. وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة، بالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ ربيع فرشوخ. تفضلي يا ربيع. وحشي بن حرب لأنه قتل عم الرسول حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد، وبالمقابل قتل بعد ذلك مسيلمة الكذاب. شكرا لك يا ربيع. الله معك. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ معك مروة عميرات.
أهلا يا أخت مروة، تفضلي. فيك. رمضان كريم. أول شيء رمضان الجواب كريم. الوحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة أكيد عليه السلام. بالمقابل نفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك. السلام عليكم. طبعا جدد تحياتي لجميع المتسحرين والمتسحرات، وبارك الله لكم وعليكم هذا السحور ورمضان إن شاء الله تعالى. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ آية صيلمي. آية صيلمي. سيلمي، تفضلي يا آية. هو الوحشي بن حرب. نعم. لأنه قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. لو سمحت في اتصال ثاني. أهلا وسهلا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ مصطفى. مصطفى، شو اسم العائلة يا مصطفى؟ مصطفى. فكرتها بتعيد اسمك مرتين. يا هلا يا مصطفى، تفضل يا مصطفى. وحشي. وليش؟ قتل حمزة. وشو عمل بعدين؟ قتل مسيلمة الكذاب. شكرا يا مصطفى، بارك الله فيك، وإن شاء الله تعالى بعدين بتبقى تصير أقوى بالسيرة إن شاء الله تعالى. تحياتنا لك يا مصطفى ولعائلتك الكريمة. أيضا اتصال. السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام. مين معنا؟ ميسون خالد ناصر. أهلا وسهلا بأخت ميسون. الجواب هو وحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة وبالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك يا أخت ميسون، تحياتنا لك. أيضا اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني بدنا ميكروفون بدنا نحكي. أنا عم برد عليك كم هو ما فتح ميكروفون، فمش هيك عم بتضحك. أهلا وسهلا. مين معنا؟ دلال عبد الباقي. تفضلي يا أخت دلال. الجواب هو وحشي بن حرب، والسبب قتل سيدنا حمزة غدرا وبالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك يا أخت دلال. أهلا. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ أنتوا على الهوا. مين معنا؟ ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ معك ميساء شهاب. أهلا أخت ميساء، تفضلي. الجواب وحشي. نعم. والسبب لأنه قتل سيدنا حمزة وبالمقابل بعد إسلامه قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ معك سمير عكامي. أهلا يا أخ سمير، تفضل. أهلا فيك. مثل ما عم يقولوا بدون ما نكررها يعني. شكرا لك يا سمير. أهون شيء. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ محمد فتوح. محمد فتوح، تفضل يا محمد. حبيبي. أهلا وسهلا. وحشي بن حارب قتل سيدنا حمزة الله مرضى عنه، ورجع قتل مثل الرمح مسيلمة الكذاب. شكرا يا محمد، تحياتي لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ آمنة السباعي. آمنة السباعي، تفضلي يا حجي. وحشي وحشي لأن قتل سيدنا حمزة عم الرسول وخلى هند تاكل كبده، وبعدين قتل سليمان الكذاب بالحرب، نفس الحرب. شكرا لك. أهلا. تحياتنا. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ آية أبو العلا. أهلا يا آية، تفضلي. وحشي قتل حمزة عم الرسول وقتل مسيلمة الكذاب. تشارك أختك؟ تفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ بشرى أبو العلا. أهلا ببشرى، تفضلي. وحشي لأنه قتل حمزة بن عم الرسول وقتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ وليد الحشيمي. أهلا يا حاج وليد، تفضل. وحشي بن حرب قتل حمزة رضي الله عنه، ثم بعد إسلامه قتل مسيلمة الكذاب وكذلك رضي الله عنه. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ دانا الراشد. دانا الراشد، هلا بدانا، تفضلي. وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة وبالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ معك نانسي وزان. أهلا يا أخت نانسي، تفضلي. وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة عليه السلام رضي الله عنه، وفي نفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. نفس الحربة. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ معك ماجدة عثمان. أهلا يا أخت ماجدة، تفضلي. وحشي بن حرب لأنه قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، وطلب منه أن يغيب وجهه عنه حتى ما يتذكر حادثة مأساة سيدنا حمزة. وبعد وفاة سيدنا حمزة قتل مسيلمة الكذاب، يعني كي يرضى الله يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك زياد ميرزا. أهلا زياد. وحشي بن حرب بقتل سيدنا حمزة وثم قتله مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك. السلام عليكم. الله معك. السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. مين معنا؟ اهلا فيك. معك نجوى همداني. اهلا اخت نجوى، تفضلي. شكرا كثير. اهلا فيك. هو وحشي بن حرب لانه قتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب عليه السلام، وبالمقابل الحرب ذاتها بعد ان اسلم قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. ايضا اتصال. السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. هلال شهاب. اهلا يا هلال، تفضل. وحشي بن حرب قتل حمزة عم الرسول، وبعدها قال له أن يغيب وجهه عنه، فخرج مسيلمة الكذاب وقال لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. شكرا لك يا هلال. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. هدى وزان. أهلا يا حجي، تفضلي. وحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة وبعد إسلامه قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. اتصال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ معك آلاء الوزان. أهلا يا آلاء، تفضلي. وحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة وبعد إسلامه قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك يا آلاء. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ سلسبيل عبد الفتاح. أهلا يا سلسبيل، تفضلي. الجواب هو وحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة وبالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. مين معنا؟ وفاء سرحان. أهلا يا أخت وفاء، تفضلي. وحشي قتل عم الرسول وقتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب خلونا نذكر بالسؤال. أسلم وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة، ولكن طلب منه أن يغيب عنه وجهه. من هو ولماذا؟ وماذا فعل في المقابل؟ هل هو وحشي بن حرب أم أبو سفيان بن الحارث أم سهيل بن عمرو؟ وطبعا بقية الجواب ما أعطينا خيارات، بدي شوية شرح بالموضوع. نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ ياسر ليلات. ياسر. أهلا يا ياسر، تفضل. قتل وحشي بن حرب حمزة وبعد أن أسلم قتل مسيلمة الكذاب. شكرا يا ياسر. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. مين معنا؟ أنا عمر راشد من راس النبع. أهلا يا عمر، تفضل. بدي جاوب عن السؤال. تفضل جوابك. وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة وبالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ مريم حاج مصطفى. يا هلا بمريم، تفضلي يا مريم. الجواب هو وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب. قال له رسول الله: أوحشي أنت؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال اقعد وحدثني كيف قتلت حمزة. فقعدت فحدثته خبره. فلما فرغت من حديثي أشاح بوجهه وقال: ويحك يا وحشي، غيب وجهك فلا أريدك بعد اليوم. وبالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. عجبك على هالشغلة؟ برافو عليك يا مريم، أنا بدي أتشكرك. شكرا لك يا مريم، شكرا لك. السلام عليكم. شيء بفرح القلب وحيطل.
طيب بنتابع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ دانييلا الراشد من راس النبأ. تفضلي يا دانييلا. بدي أجاوب على السؤال. تفضلي. وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة، بالمقابل قتل سليمان الكذاب. شكرا يا دانييلا. السلام عليكم. 01794 700 01795 700. السلام عليكم. كيفك؟ أهلا وسهلا. مين معنا؟ معك جواد موسى. جواد موسى. ايه. يا هلا يا جواد. تفضل يا جواد. أنا من رشية. عراسي رشية. تحياتنا للرشية كلهم. شكرا. تفضل. الجواب وحشي بن حرب سبب قتل سيدنا حمزة غدرا. شكرا يا جواد. ومين قتل بعدين؟ وبعدها سليمان الكذاب. مسيلمة الكذاب. أنا أشكرك يا جواد، بارك الله فيك. تحياتنا لك، تحياتنا لإخواننا وأصدقائنا وزملائنا في مكتب رشية، أيضا في مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية. بالمناسبة اليوم كمان أنا بوجه لكل الزملاء والأخوة والأخوات والمتطوعين والمتطوعات في الهيئة اللي ساعدونا اليوم في توزيع أصأص في بيروت، حيث تم توزيع حصص غذائية اليوم. بتشكركم جميعا، يعني رغم الصيام كنتوا تحت الشمس، الله يعطيكم العافية جميعا. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ زاهي نصر الدين. يا هلا بزاهي. تفضل يا زاهي. وحشي لأنه قتل سيدنا حمزة، وبنفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب، ومعلومة وكان يقف خلف العمود حتى لا يراه الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا لك يا زاهي. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ معك سلمان كركبة. سلمان، شو اسم العائلة؟ كركبة. أهلا وسهلا. تفضل. وحشي قتل سيد حمزة ورجع برا، يعني قتل سليمان الكذاب استبرأة، لأنه قتل بعد ما أسلم قتل سليمان الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ هاشم عبد الرزاق الدلي. هاشم عبد الرزاق الدلي. تفضل يا هاشم. وحشي بن حرب الحبشي لأنه قتل سيدنا حمزة يوم أحد، وشارك في قتل مسيلمة الكذاب في اليمامة، وكان يقول قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. شكرا لك يا هاشم. السلام عليكم. 01794 700 01795 700. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ إحسان الزان. أهلا يا أخت إحسان. تفضلي. أهلا فيك. هو وحشي بن حرب لأنه قتل حمزة عليه السلام، ومن ثم قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ معك خيرية صغير. عفوا؟ خيرية صغير. أهلا وسهلا يا أخت خيرية. تفضلي. الجواب هو الوحشي لأنه قتل سيدنا حمزة وشارك بعد ذلك في قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ دارين سرحال. تفضلي يا دارين. الجواب هو وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة، وبعد إسلامه بنفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ سيد عثمان المصري. هلا يا سيد. تفضل يا سيد. وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، وبعد إسلامه بالمقابل قتل مسلمة الكذاب بنفس الحربة. شكرا لك. السلام عليكم يا سيد. عليكم السلام ورحمة. أيضا اتصال. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. معك دارين حسين علي. دارين حسين علي. تفضلي يا دارين. الوحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وبالمقابل بنفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك يا دارين. معك اتصال. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ وفاء الباشا. أهلا يا أخت وفاء. مثل ما قالت بنتي. مثل ما قالت بنتك. ماشي، مسجل لك اياها مثل ما قالت بنتك. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام.
بس بدي أوضح أنه الحربة هي نوع من الرمح القصير. أيضا اتصال. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معنا؟ نبيل ليلاد. نبيل؟ هلا يا نبيل. تفضل يا نبيل. نبيه خلص عفوا أنا حق علي. تفضل. هو وحشي بن حرب قتل عم الرسول حمزة، وبعد أن أسلم قتل مسيلمة كذاب. شكرا يا نبيه، الله يجعلك من النبيين دائما إن شاء الله. النبيين منيح النبيين. هذا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ جهاد غلييني. أهلا أخت جهاد، تفضلي. وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة رضي الله عنه، بالمقابل بنفس الحربة قتل مسيلمة الكذاب. شكرا يا أخت جهاد. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ معك مريم علاء الدين. أهلا أخت مريم، تفضلي. أنا بقول الجواب وحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة عليه السلام طبعا، والمقابل بنفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ زينب صالح. زينب صالحي؟ صالح، تفضلي يا زينب. الوحشي الحبشي لأنه قتل عم الرسول حمزة صلى الله عليه وسلم، بعد إسلامه قتل مسيلمة. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معنا؟ سامي عبد الباقي. سامي عبد الباقي. تفضلي يا سامي. الجواب والسبب قتل سيدنا حمزة غدرا، وبالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ آدم مصطفى. تفضل يا آدم. شو جوابك يا آدم؟ الوحشي. وحشي قتل عم النبي حمزة. شو عمل بعدين؟ ومن بعد إسلامه قتل مسيلمة. شكرا يا آدم، تحياتنا لك يا آدم، الله يحميك. يلا السلام عليكم. هذا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معنا؟ معك فاطمة منصور. تفضلي يا فاطمة. الوحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة عليه الصلاة والسلام، والمقابل بنفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. اوكي، شكرا لك. السلام عليكم. بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم، أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهدم. هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية دار الفتوى، عطاء بلا حدود أينما كنتم. هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية دار الفتوى، نغيث الملهوف ونساعد المحتاج. صفر 1 794 700 0 1 795 700 ونتابع تلقي الاتصالات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ سامي درويش. أهلا يا أخ سامي، تفضل. وحشي ابن حرب قتل سيدنا حمزة، بالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا اتصال. السلام عليكم. السلام. مين معنا؟ محمود حسين. أهلا يا أخ محمود، تفضل. وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة، ثم بعد إسلامه قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. هذا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ عمار العباد. أهلا يا عمار، تفضل.
هو وحشي بن حرب قتل عم الرسول حمزة وبعد أن أسلم قتل مسيلمة الكذاب. شكرا يا عمار. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مين معنا؟ معك وليد الخطيب. أهلا أخ وليد، تفضل. الجواب وحشي لأنه قتل سيدنا حمزة وبعد إسلامه قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. الله معك. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ سيرين حلواني. أهلا يا أخت سيرين، تفضلي. وحشي بن حرب، والسبب هو يروي قصة إسلامه فيقول وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم الشهادتين رفع رأسه إلي، فلما عرفني رد بصره عني وقال أوحشي أنت؟ قلت نعم يا رسول الله، فقال اقعد وحدثني كيف قتلت حمزة، فقعدت فحدثته خبره، فلما فرغت من حديثي أشاح بوجهه وقال ويحك يا وحشي غيب وجهك عني فلا أرينك بعد اليوم. وبالمقابل قتل مسيلمة الكذاب بنفس الحربة. معك اتصال. أهلا وسهلا. شكرا لك يا أخت سيرين. شكرا. معك اتصال. يلا. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. جنى. نعم. جنى قاطرجي، تفضلي يا جنى. الجواب هو وحشي بن حرب، سبب قتل سيدنا حمزة، بالمقابل قتل مسيلمة الكذاب بنفس الحربة. معك اتصال. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. ياسر. نعم. ياسر قاطرجي، تفضل يا ياسر. الجواب وحشي بن حرب، السبب قتل سيدنا حمزة، بالمقابل قتل مسيلمة الكذاب بنفس الحربة. شكرا لكم، تحياتنا لكم آل حلواني آل قاطرجي. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معنا؟ فرح حيدر. فرح حيدر. أهلا وسهلا يا فرح، تفضلي. وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة من ثم قتل مسيلمة بنفس الحرب. شكرا يا فرح. السلام عليكم. السلام عليكم. الله معكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ عمر. عمر، شو اسم العائلة؟ عثمان. تفضل يا عمر. الوحشي قتل سيدنا حمزة قبل إسلامه وبعد إسلامه قتل مسيلمة الكذاب. شكرا يا عمر. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ فاطمة. مزهر، تفضلي يا فاطمة. الوحشي قتل سيدنا حمزة غدرا ثم شارك في قتل مسيلمة. شكرا لك. السلام عليكم. إذا مسابقة السحور في سيرة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم 01794 70 01 795 700. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معنا؟ تاليا الوزان. تاليا الوزان. تفضلي يا تاليا. قتل سيدنا حمزة وبعد إسلامه قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك يا تاليا. تسحرتي ولا شو؟ بعد حتصومي بكرة؟ ايه ان شاء الله. الله يتقبل منك ويبارك فيك وبأهلك ان شاء الله. شكرا لك يا تاليا. السلام عليكم. ايضا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. مين معنا؟ هيفين الرشي. هيفين اسم العيلة؟ الرشي. ألا رشي. صحيح امبارح تذكر. ألا رشي، تفضلي. وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة وبالمقابل قتل نفس الحربة مسيلمة الكذاب. شكرا لك يا أختي في. أهلا وسهلا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ مالك جباوي. مالك جباوي. وحشي بن حرب لأنه قتل سيدنا حمزة وبعد أن أسلم قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لكم، تحياتنا لكم. السلام عليكم. أيضا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ عبد الرحمن العيلات. أهلا يا عبد الرحمن، تفضل. وحشي بن حرب قتل عم الرسول حمزة بعد أن أسلم قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك يا عبد الرحمن. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. مين معنا؟ معك منى منصور. أهلا يا أخت منى، تفضلي. هو الوحشي لأنه قتل حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم غدرا ثم شارك في قتل مسيلمة. شكرا لك. السلام عليكم. الله يعافيك. قم يا نايم وحد الله، قم يا نايم وحد الله، قم على سحورك
طه حيزورك قوم على سحورك. الله. أيضا اتصال. السلام عليكم. الو وعليكم السلام. مين معنا؟ أنيسة سرحان. لحظة ما سامع أنا. ما سامع. في مشكلة. قوم يا نايم وحد الله. قوم يا نايم وحد الله. قوم يا نايم وحد الله. نحاول ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. اوكي مشي الحال. مين معنا؟ أنيسة سرحان. أنيسة سرحان، تفضلي. وحشي لأنه قتل سيدنا حمزة وبنفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. يا هلا. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. مين معنا؟ محمد قويدر. قويدر يا أهلا وسهلا. وحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة رضي الله عنه ثم قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك يا محمود. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معنا؟ زينب المصري. أهلا ناخذ زينب، تفضلي. وحشي قتل عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة وبالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا يعني بمناسبة هذه الأنشودة بدي يعني هيك نتناصح نحن وياكم أن نكثر من الدعاء يوميا إن شاء الله تعالى. دعاء اللهم نسألك العفو والعافية وحسن الختام. يعني أتمنى عليكم يوميا أن تدعوا هذا الدعاء، لأنه هذا الدعاء من دعاه يقول الشيطان أنه عرف الحقيقة، لأنه أهم شيء أنه الإنسان العفو والعافية وأنه يختم له بالإيمان. الله سبحانه وتعالى يختم لنا ولكم جميعا والسامعين بخاتمة الإيمان، خاتمة السعادة والتوحيد على كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. معك موسى حيدر. أهلا يا موسى. بدي جاوب انه الوحشي بن حرب هو قتل حمزة ونفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معنا؟ سمير عبد الرحمن القادري. سمير عبد الرحمن القادري، تفضل يا سمير. الجواب وحشي بن حرب حربي. السبب قتل سيدنا حمزة غرة. وش عمل بعدين؟ بالمقابل قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك يا أخ سمير. السلام عليكم. أيضا اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع كوثر السومي. كوثر السومي، تفضلي يا كوثر. يزيد فضلك. أنا كان بقول الوحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة بالمقابل بنفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. نفس الحربة. نعم نفس الحرب. شكرا لك. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 لا إله إلا الله
الاتصال رقم 90. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معنا؟ معك مشهدية عايدر. مشهدية. مشهدية. أيوة مشهدية. مظبوط سمعتها. تفضلي. الوحشي بن حرب قتل غدرا سيدنا حمزة بن عبد المطلب، والمقابل بنفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. نفس الحربة قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. عذبناكي معنا لأنه أوقات بستغرب بكون ما سامع مظبوط فكر حالي غلطان. إذا بعد معنا 4 دقائق تقريبا لناخذ اتصالات. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معنا؟ مالك. يعطيك العافية. الله يعافيك يا حجي سامية. الله يرضى عليك. تفضلي يا حجي سامية بعيون. تفضلي يا حجي. يا حبيبي. تفضلي. إذا الحبشي إذا انحرب قتل سيدنا حمزة يومتها يا خالتي. الله يقتلوا. هن قالوا يومتها روحوا اقتلوا لأهلكم يعيبشوهم عليه. نفس الحربة قتل مسلمان الكذاب. شكرا لك يا حجي سامية. طبعا هو عاد أسلم يعني أنا بمزح. شكرا لك يا حجي سامية. أنا بتشكرك. أنت بركة. أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معنا؟ ريم نصر الدين. ريم نصر الدين. تفضلي يا ريم. وحشي لأنه قتل سيدنا حمزة وبنفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله أكون النفس أحميها بنور الله أهديها أحميها بنور الله أهديها بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى حياتي كلها لله حياتي كلها لله. أيضا اتصال. السلام عليكم. مين معنا؟ معك إيمان دمشقي. إيمان دمشقي. تفضلي يا إيمان. الجواب هو الوحشي قتل سيدنا حمزة وبنفس الحربة قتل مسيلمة الكذاب. أنا بتشكرك. السلام عليكم. محمد عارف بالله عابده محمد ساجد شكرا على النعم 01794 700 01795 700. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ إيمان رواز. أهلا أخت إيمان. تفضلي. الوحشي قتل سيدنا حمزة وفي نفس الحرب مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. نرجو ثوابك إذا ما خابت جهودنا نقف ببابك ونترجاك بسجودنا نرجو ثوابك إذا ما خابت جهودنا نقف ببابك ونترجاك بسجودنا احنا عبادك وأنت الله معبودنا واحنا
نخلف عهودنا، نحزن على اللي معانا ما التقى بك، نحزن على اللي معانا ما التقى بك. مهما جيت اوقات محسوبة على قوتنا، نعرف بيوتك نفضلها على بيوتنا. مهما جيت اوقات محسوبة على قوتنا، نعرف بيوتك نفضلها على بيوتنا. في غفلة الناس وجر النصح ما يفوتنا، خلهم معانا بطاعتنا وبقنوتنا. نخشى علينا وعليهم من عذابك، نخشى علينا وعليهم من عذابك. أمة نبيك جريحة ضاق عنها الزمن، قامت عليها العدا هبت عليها الفتن. أمة نبيك جريحة ضاق عنها الزمن، قامت عليها العدا هبت عليها الفتن. مسابقة السحور بدي أذكر أنه أيضا اليوم إن شاء الله تعالى معنا 3 جوائز مقدمة من المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية السعودية وبيت الزكاة الكويتي وشوبرز سوبر ماركت، وهي عبارة كل جائزة عن قسيمة شرائية بقيمة 100,000 ليرة تصرف من فروع الشوبرز المنتشرة في بيروت، الروشة، طريق الجديدة، الحمراء، الظريف، المصيد برأس النبع والملا. وطبعا الرعاية لمؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية. نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مين معنا؟ معك وفاء فرج. وفاء فرج؟ أيوة. تفضلي أخت وفاء. الوحشي بن حرب قتل غدرا سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وبالمقابل بنفس الحرب قتل مسيلمة الكذاب. شكرا لك. السلام عليكم. يا ربي يا معبود يا ذا الكرم والجود، يا ربي يا معبود يا ذا الكرم والجود، يا مقدر الممدود مد بلا نقصان، يا مقدر الممدود مد بلا نقصان، يا منزل الأمطار يا مروي الأشجار، يا منبت الأزهار بالسهل والوديان. يا الله يا رحمن يا علي يا ذا الشان، يا الله يا رحمن يا علي يا ذا الشان، يا الله يا رحمن يا علي يا ذا الشان. محدد الأزمان وعزل الميزان، محدد نأخذ بتصور اتصال أخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ دارين كريك. دارين كريك. تريك. تفضل. كريك ايه اوكي تفضل. نفس الإجابة. تفضلي. نفس الإجابة اللي قايلوها قبلك؟ ايه. طيب ماشي، هحسب لك اياها. شكرا لك. الله معك. بما انه عذبتك. شكرا لك. السلام عليكم. طبعا كانت معنا الاخت الحاجة دارين كريك. الاتصال الاخير بعد اذنكم لانه تداركنا الوقت، وخلينا ننتقل مباشرة الى الجواب. السؤال كان: أسلم وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة، ولكن طلب منه أن يغيب عنه. ناخذ اتصال إذا بده يجيب، بما أني ما قلت الإجابة خلينا ناخذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ أنا آلاء. آلاء الوزان. أنت جاوبتي؟ إيه بس بدي أقول الأرقام. خليكي معنا لكن خليكي على شوي لنخلص القرعة، نعمل نعشوي الأرقام. بس خلوني أقول الجواب. إذا أسلم وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة، ولكن طلب منه أن يغيب عنه وجهه. من هو ولماذا وماذا فعل في المقابل؟ طبعا الجواب هو وحشي بن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم بن عدي قاتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، وشارك في قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة، وكان يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. حمزة يعني قتله من أجل هند، وكان يعني السبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم
طلب منه أن يغيب عن وجهه، مش لأنه قتل حمزة بشكل خاص، لأنه كثير من المسلمين قتلوا لما كانوا قبل الإسلام قتلوا مسلمين، ولكن كان السبب أنه نكل بجثة ومثل بجثة سيدنا حمزة ولأنه قتله غدرا. فكان يعني حتى الشرح الدقيق كان أنه لأنه غدر ونكل. وطبعا كما أشار كل الأخوين فيما بعد القصة يعني بتمنى تقروها، قصة قتل مسيلمة وكيف شارك وحشي فيها وقال واحدة بواحدة وقتل مسيلمة. يعني كل يوم بتمنى منكم أنه كل الكلام اللي عم نحكي عن الصحابة تعودوا إلى الكتب وإنترنت موجود هلأ، اقروا قصص هؤلاء الرجال، لأنها فعلا يعني ملاحم في الإخلاص وفي الصدق وفي الفداء، وهم الأسوة الصحيحة لكل مسلم، ليس فلان ولا علان، خاصة في هذا الزمن. نعشر الأرقام دقيقة ونعود ونأخذ اتصال لإجراء القرعة. في حياتي حياة لما أبني الحياة، لما أخلاقي دين أجري عند الله. في حياتي حياة لما أبني الحياة، لما أخلاقي دين أجري عند الله. أمتنا أمة خير، مبدأنا حب الغير، همتنا تبقى دون همة شباب. أمتنا أمة خير، مبدأنا حب الغير، همتنا تبقى دون همة شباب. رب السماء ما يضيعون. ناخد اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. آلاء. ايه تفضلي يا آلاء. معنا من 1 ل 96. بدي 9. رقم 9 اليوم. رقم 9 دارين حسين علي. إذا دارين حسين علي. تختارين رقم تاني. 19. شكرا لك آلاء. السلام عليكم. ناخد اتصال الثاني لياخد الثالث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى. مين معنا؟ معك أميرة منصور. أهلا يا أخت أميرة، بس خلينا نشوف 19 مين طلع. يسرى عيتاني ودارين حسين علي. بعد بدنا رقم. السلام عليكم أختنا، تفضلي اختاري لنا رقم، طبعا غير ال 19 وغير ال 9. بقول 40. 40. هذا شو وين 40 كمال؟ وين ضيعت 40؟ عمار قليلات. اتهمني للزلمه. اذا شكرا اختنا، السلام عليكم، انا بتشكركم. اذا يسرى عيتاني، عمار قليلات ودارين حسين علي هن اللي ربحوا معنا اليوم. كمان مرة بقول كلنا ربحين، وأنا الربح الأكبر لأنه قعدت معكم هالقعدة. أنا بتشكركم فعلا من كل قلبي، وإن شاء الله يتجدد اللقاء. ومن هذه اللحظة أستطيع أن أوعدكم إن شاء الله بليلة القدر رح يكون معنا 6 جوائز في الليلة مش 3. فجهزوا لي حالكم، ويعني بدي أحاول صعب عليكم الأسئلة المرة الجاية لأنه الظاهر ما عم يمشي الحال معكم. أنا بتشكركم كتير، بتشكر كمال قباني، ولكم تحياتي إلى أن ألقاكم غدا بإذن الله تعالى. وأتشكر مؤسستنا مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى ورئيسها الحاج رياض عتاني، بوجه له تحية. وإلى ألقاكم غدا، لكم تحياتي طارق الكعكاتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع مسابقة السحور في سيرة صحابة الرسول. صلي على طه أحلى السهر. قوم يا نايم قوم يا نايم وحد الله. قدم لكم هذا البرنامج برعاية هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية دار الفتوى، عطاء بلا حدود أينما كنتم.
هيئة الإغاثة والمساعدة الإنسانية دار الفتوى، نغيث الملهوف ونساعد المحتاج.